اليوم نحن بصدد إعلان استراتيجية العدالة الانتقالية. الاستراتيجية تحتوي على استعراض للتجارب الدولية والعربية في العدالة الانتقالية وما يناسب وما يلائم السياق الفلسطيني وفق رؤية المجتمع الفلسطيني، وفق رؤية المجتمع المدني بكافة أطيافه، كيف يرون أنه ما يمكن تطبيقه من آليات ومعايير العدالة الانتقالية في سياقنا المحلي. الآن هذه الاستراتيجية أيضا تحتوي على خطة عمل مقترحة كيف نمشي قدما، سيستعرضها معنا الأستاذ محمد عبد الوهاب أبو هاشم، وهو الخبير والباحث الرئيسي الذي عمل على تطوير هذه الاستراتيجية وفق اللقاءات التي ذكرتها والجهود التي ذكرتها. بمساواة أننا في حاجة إلى وجود رؤية من المجتمع المدني توضح الأسس التي على أصلها سنقوم بإنهاء الانقسام الفلسطيني، لأننا لا نريد أن يكون إنهاء الانقسام الفلسطيني على حساب آلام الضحايا أو على حساب تكريس الفساد أو على حساب تكريس نظام الغنائم في توزيع السلطة. نريد سلطة وطنية لديها مؤسسات موحدة تمثل الكل الفلسطيني، ليس لها لون سياسي. هذا ما نريد كفلسطينيين لكي نؤسس لانتخابات تعبر حقيقة عن إرادة الشعب الفلسطيني، وأن يكون السياسي المنتخب مجرد زائل للسلطة مدة 4 سنوات تنتهي صلاحيته بعدها إلى أن يتم تجديد الشرعية له من قبل الشعب. لجان الخطوة الثالثة تشكيل لجان العدالة الانتقالية، وستكون 4 لجان. اللجنة الأولى هي لجنة الحقيقة، لجنة المساءلة ستكون اللجنة الثانية، لجنة التعويض والمصالحة، وأخيراً اللجنة الرابعة هي لجنة الإصلاح المؤسسي. السؤال المهم: يجب أن نضمن التزاماً حقيقياً وفعلياً من وزارة الحكم المحلي وتبعيتها بالحكومة وغير الحكومة بما يمكن المجالس المنتخبة من القيام بموجبات وظيفتها وصلاحياتها. لهذا لا تعارض إطلاقاً بين ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في الانتخابات وبين تحويل الانتخابات لعامل مشجع لتوفير مناخ مجتمعي ملائم لإنجاز مصالحة شاملة تقوم على إعمال معايير العدالة الانتقالية.